السلام عليكم. الفيديو ده إن شاء الله استكمال الفيديو اللي احنا عملناه related بكروميوم. وطبيعة الفيديو ده هتكون practical شوية. معانا جمعة هيبيلد معانا كروميوم او اس من البداية لحد ما تخلص البيلد، بحيث نسهل أكتر الخطوة دي على الناس اللي بتبدأ contribution. أهلا يا جمعة. أهلا يا مان. إن شاء الله يكون الجميع بخير من آخر سيشن يعني. يكونوا استحملوا يعني المدة اللي هم احنا هتسجلنا بتاع 3 أو 4 ساعات، فربنا معاهم بقى. طيب في البداية احنا هنبيلد كروميوم او اس. مش كروميوم، مش البراوزر، هنبيلد الاوبريتنج سيستم ده مبدئيا. تمام. عشان نبيلد الاوبريتنج سيستم محتاجين فيه شوية بريكوزيتس. تمام. على عكس البراوزر، انا كنت قلت في السيشن ان الاوبريتنج سيستم ممكن يتعمل له بيلد على الويندوز. تمام، على ما اظن يعني، ما اتذكر يعني. تمام. فانا بتشيك الدوكيومنتيشن النهارده الصبح. تمام. طلع ان هو لا، تمام، هو لازم لينكس. تمام. وبينصحوا بابونتو عموما في الدوكيومنتيشن يعني. طبعا يعني الشاشه واضحه مش كده في البدايه؟ الشاشة واضحة. تمام زي الفل. الكلام المكتوب في الدوكيومنت ده اللي ظهر على الشاشه، حط الريسورسز بتاعته تحت في الاخر. تمام. طبعا مش كلها. تمام، يعني هو اهم ريسورس تقريبا هو اول واحد. تمام، ده اللي هتوصل منه للباقي من الاخر يعني. تمام، اول ريسورس هو اهم ريسورس ده في البدايه. فاللي بقول ان الريسورس ده بيذكر بشكل واضح ان الريكومندد ديستريبيوشن او الريكومندد اوبريتنج سيستم هو الابونتو. تمام. خلينا يعني نمشي ايه ابونتو ال تي اس. تمام. تاني حاجه محتاجين بايثون فيرجن اكبر من 3.9. تمام. محتاجين 64 بت ماشين. تمام. محتاجين اكس تي 4 فايل سيستم. حلو. محتاجين رامات كتير، محتاجين كورز كتير. حلو. الماشين اللي انا شغال عليها حاليا دي فيها 16 رام دي دي ار 4، وفيها 6 كور و12 ثريد. تمام. اللي هو الرايزن 5 600. حلو. فدي ممكن نقول اللي هي البري ريكويزيتس. حلو. طيب انت ما عندكش الكلام ده. حلو. تعمل ايه؟ الاوبشن المباشر بالنسبه لي على الاقل يعني هو انك تستخدم كلاود بروفايدر زي هيتزنر. تمام. هيتزنر دي شركه المانيه. تمام، بتديلك فيرتشوال برايفت سيرفر. حلو. والتكلفه الى حد ما في المعقول يعني. حلو. وانا اصلا عملت نفس الخطوات الموجوده في الدوكيومنت كلها عملتها عندهم. تمام. ونزلت الايمج بتاعت الاوبريتنج سيستم عندي على الجهاز. تمام. فديت حاجه. الماشين اللي هنشتغل عليها هي دي سي اكس 53. تمام. 16 بي سي بي يو، 32 رام. وبقيه المواصفات. تمام. دي بالسعر اللي هو 17 يورو ونص في الشهر. تمام. في ماشين تانية أعلى شوية. تمام، هي السي بي اكس 52 دي أحدث شوية. لا، السي بي اكس 62. تمام. 16 بي سي بي يو، 32 جيجا رام، وباقي الكلام. تمام، دي ب 39 يورو. طبعا ده أعلى قلنا في الشهر صح؟ إيه في الشهر. تمام. في اليوم كام؟ 39 على 30 مثلا. في اليوم هترسى عليك نقول يورو ونص. تمام. اللي هو مثلا نقول 100 جنيه. تمام. آه، طبعا في حاجه مهمه. الماشينز دي مش هتفضل مشغلها 24 ساعه في السبع ايام. تمام. انت المفترض هتشغلها يوم انت محتاج الماشين بس. حلو. لما تخلص حاجتك من الماشين هتمسحها. تمام. وهتخزن البيلد بتاعك او الشغل بتاعك، هتخزنه على فوليوم. تمام. الفوليوم اللي عايزين نشوف السعر. مثلا هتحتاج مثلا قلت 500 جيجا كتير شويه. ثواني. ممكن توضح الفوليوم ده عبارة عن ايه؟ هو هارد ديسك. تمام. اللي هو احنا الفكره ان احنا نمسح الماشين، مش عايزين الداتا اللي احنا عاملينها راح تروح. حلو. تمام. فعشان كده بنشتري او بنأجر فوليوم من نفس السيرفيس بروفايدر اللي هو ايدزنر. تمام. نقول مثلا في حدود 300 جيجا. دولت هيتكلفوا 13 يورو في الشهر. تمام. فانت اللي هتدفعه في الشهر، طبعا انت كده كده قبل ما تقدم على جي سوك، احنا كده مثلا في مده مثلا شهر لشهرين
تمام. فالماكسيمم نقول مثلا 26 يورو. تمام، زائد الوقت اللي انت هتشغل فيه الماشين بس. تمام. فانت اكيد زي ما قلنا انت مش هتشغل الماشين ديت 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. تمام، هتشغل مثلا 6 ساعات في اليوم ولا حاجه بالكتير قوي مثلا. تمام، فهتبقى ربع التكلفه عليك في الشهر. تمام، زائد الاستورج. حلو. فانت هتخزن الشغل بتاعك، هتخزنه على الفوليوم. تمام، والماشين هتقومها وقت ما انت عايز، تمسحها لما تخلص. تمام. انت آه اوريدي كنت بتستعمل الماشين دي وقت التقديم ولا كنت بتستعمل حاجة تانية؟ لا، انا كنت شغال على الماشين بتاعتي عادي. تمام، لان اوكي. الماشين بتاعتي اصلا يعني فيها الى حد ما فيها المينيمم ريكويرمنت. يعني المينيمم ريكويرمنت اللي انا كاتبها هنا هي المواصفات بتاعت الماشين بتاعتي. تمام، امم. امم. ده اللي نفع معايا يعني، ده اصلا على فكره. حتى اصلا بعد ما اتقبلت ما استخدمتش الماشين اللي هم ادوها لي. تمام، لان في حاجه كده في النص هتبين ليه الموضوع صعب شويه. تمام، انك تشتغل على الكلاود. حلو. لانه اي تغيير انت بتعمله على الايمج، تمام، الاوبريتنج سيستم ايمج، تمام، فانت بتحتاج تنزله. تمام، حجم الايمج دي بتبقى حوالي 6 جيجا ونص. تمام، ف هي الفكره في كده بقى، اي تغيير هتحتاج تعمله هتحتاج تنزل 3 جيجا ونص. تمام، فده الى حد ما بيخلي الموضوع صعب شويه. فانت الى حد ما الافضل، الاوبشن الافضل انك تبيلد لوكال. تمام، ده لو عندك المواصفات. يعني لو مش عندك المواصفات بقى هتضطر تتعامل مع حوار الانترنت الزياده ده. تمام. ده اليو اي بتاع هيدزنر. تمام، انا بروح عند السيرفرز، بقول له اد سيرفر. حلو. خلينا نختار اعلى حاجه او اعلى حاجه متاحه يعني. تمام، احنا طبعا هنختار ابونتو. حلو. نختار اس اس اتش كي، الباقي مش مهم. نسميه كلاس ام سي. تمام، ده هيقعد خد شويه وقت. طبعا احنا كل شغلنا هيبقى من التيرمينال. تمام، فديت ممكن حاجه تكون جديده شويه على الناس عموما يعني. تمام، حتى ممكن تبقى ممل، فمعلش بقى استحملون. آه هناخد الاي بي اي اللي هو مديها لنا ونعمل اساسات شروط نت. تمام. تمام. انا كده بشغل الماشين عندي صح؟ مم. تمام. تمام، ده بس عشان انا كنت لسه، عشان انا كنت نفس الاي بي بتاعي عملت له اكسس قبل كده. تمام، دي مش مختلفه فعمل الايرور ده. انا بس نحلها بسرعه. تمام، خلينا نكبر ده شويه. مش عارف لو ممكن نكبر أكتر. هو كده واضح؟ ما اظنش ان هو واضح. اه. تمام. هو لو كبر اكتر يكون احسن. بس اوكي كده تمام. كده كويس جدا، صح؟ تمام. امم. طبعا انا مش حافظ كل الخطوات دي. تمام، لان الموضوع يعني لحد ما كبير يعني. تمام، فانا كده كلها دوكيمنت هنسيبها لكم. تمام، وانا يعني لحد ما اكون ايه باصص عليها يعني وانا بكتب. طيب في الاول في الدوكيومنتيشن هتلاقيه بيقول لك يعني انت المفروض ما تستخدمش، ما تكونش على الروت يوزر. تمام، المفروض تعمل لك يوزر جديد يكون خاص بكروميوم يعني. تمام، فده اول حاجه هنعملها. آه، نكتب اي حاجه. حلو. هنعمل يوزر مود خلاص. تمام، سيو خلاص. حلو. آه، تمام، فديت اول خطوه عملناها، ضفنا يوزر جديد. احنا بدل ما بقينا على يوزر كان اسمه روت. تمام، خلينا بقينا في يوزر تاني اسمه كروس. كروس هو اختصار، انا كاتبها فوق بس.
تمام. كروس ليت اللي اختار Chromium كروميوم OS. OS. تمام. اوكي عشان بس الناس ما تتلخبطش. حلو. في اكتر من تمام. انيشال ستيب معانا. تمام. انا ممكن ما اعرفش الحاجات دي بتعمل ايه بالظبط. تمام. ما دورتش بصراحه. تمام. يعني ديت انا هي مذكوره في الدوكيمنت نصا، مذكوره في اول لينك انا بعته نصا، فانا بعملها زي ما هم عايزين يعني. اوكي انا كنت لسه هسأل، هو المفروض نكون عارفين معنى كل الكومنتس دي، هو بس هو خلاص مع اوكي. وجود ال LLMs تمام الموضوع سهل. تمام. امم تاخد السطر تحطه ترميه في ال LLM يقول لك هو بيعمل ايه، بس هو انت مش لازم تبقى عارف. تمام. امم مش هتفرق كتير معاك يعني. تمام. تمام اوكي. فاحنا اللي عملناه دلوقتي ان احنا جرنا الماشين وشغلناها مم. عندنا وعملنا يوزر جديد، مظبوط. مم. بالظبط. تمام. وبعدين ديت بقيه الخطوات اللي انا بعملها دلوقتي ديت الخطوات المذكوره في الدوكيومنتيشن بنصه يعني. تمام. بيعمل انستول لكم لايبراري مطلوبه في كروميوم او اس. حلو. عشان نعرف نعمل بيلد وكده. تمام. انا بس في خطوه بنتاكد فيها من الفيرجن بتاع البايثون. تمام. ان هو يكون اكتر من 3.9 3.9 زي ما قلت فوق في البريكوزيتس. تمام. آه، غير كده ده برضه كمال نعمل انستول لبقيه الحاجات اللي كروميوم او اس عايزها. حلو. هل احنا في اخر الفيديو هنقدر نحسب احنا يعني الماشين كلفتنا قد ايه؟ آه، انا ما اخدتش بالي من الوقت بصراحه، بس اظن يعني احنا بادئين مثلا من 7 ونقول 7. ممكن نبقى نعرف. بس هو تمام. الفكره البيلدينج ذات نفسها يعني ديت ماشين قويه نسبيا صح، بس امم البيلدينج ذات نفسه واخد بتاع مثلا نص ساعه. تمام. او ان هو بس يجيب الكود عنده، ان هو ينزل الكود السورس كود ياخد بتاع نص ساعه. تمام. وعلى فكره النت على طبعا دي كلاود فالنت سريع جدا. تمام. والبيلد هياخد برضه شويه وقت كمان. فمش عارف عايزين تحسبوها كلها ولا لا. حسبت سهيل يعني خلينا نقول. اوكي، فهو هياخد نص ساعة على الكلاود، لكن لو انت بتعمل ده لوكال عندك فده بيعتمد على سرعة النت، فغالبا احنا بنتكلم في ساعات، مظبوط. يعني قول لي ده لو النت كويس. تمام. 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 آه، هنا انا بعمل الكونفيجريشن بتاع الجيت. تمام. طبعا انا حاطط الايميل بتاعي وحاطط الاسم. تمام. انت هتاخد الايميل تغيره وتاخد الاسم تغيره كذا. تمام. والاسم والايميل يكون نفس اللي موجود في جيرت. تمام. جيرت ده السورس كود، او خلينا نقول نسميه جيت هاب بتاع كروميوم. تمام. فانا ده الايميل بتاعي على جيرت. تمام. وده الاسم. حلو. زي ما قلت ده السورس كود ده الجيت هاب بتاع كروميوم. تمام. فتلاقي مثلا عندي سي ال لسه مفتوحه اهي. حلو. آه، فانت لما تسجل على جيت بتستخدم نفس الايميل اللي انت نفس الايميل الاسم انت مستخدمه على جيت. تمام. في على الماشين. دي بجد الاقيه عادي لو دخلت على الجيت هاب بتاع كروميوم، الاقي مثلا لينك ليه ولا بدخله ازاي؟ موجود في نفس الدوكيومنت. تمام. تمام. هتلاقي برضه لو فتحنا مثلا برايفت. تمام. هنلاقي في بقى يلا تطلب الايميل والباسورد بتاع جوجل. تمام. هتسجل تعمل لوجن عادي وهيعمل لك اكونت. تمام. تمام في اوكي. اكتر في كمان كام خطوه كمان انا حاطط اللينكات بتاعت الدوكيومنتيشن عشان تعمل تسجل في جريت في الدوكيومنتيشن نفس الدوكيومنتيشن بتاعنا. تمام اوكي. تمام. نرجع. تمام. هنا الخطوه الجديده هنا كلون الديب تولز. تمام. زي ما في جيت هاب خاص بكروميوم في برضه جيت. هو مش جيت كامل يعني هو رابر حوالين جيت نفسه. تمام. فده احنا بس بنجيب خلينا نقول الجيت الخاص بكروميوم. تمام. تمام اوكي. كروميوم متميزة في كل حاجة، لا بتستعمل جيت العادي ولا جيت هاب العادي بس ماشي. ما هو الفكره ان السورس كود كبير جدا. تمام. جيت مش هينفع امم معاه.
جيت لما اوكي. كان انا هنا بس بضيف الباث بتاع الديبوت تولز، تمام، اللي هي التولز اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه دي، عندي في الباش بحيث اقدر اكسسها في اي مكان. تمام. اوكي. آه، تمام. يعني انا دلوقتي هنا دايركتوري جديد لكروميوم او اس. تمام. change دايركتوري دايركتوري جديد ده. حلو. init ده شبكه init كده برضه نفس الفكره. حلو. ان شاء الله يكون شغال. طب مش شغال كده ايه؟ بس لازم نعمل لوج اوت ولوج ان تاني، صح؟ تمام زي الفل. انت في حاجه من الحاجات برضه انك لازم تاخد بالك انك ممكن احيانا تضطر تعمل لوج اوت، تمام، من السيشن دي، عشان مثلا الخطوه اللي احنا عملناها لما ضفنا الباث بتاع الديبت تولز، تمام، في الباش. حلو. ده عشان الباش تاخد بالها من الكلام ده، انت لازم تعمل لوج اوت وتعمل لوج ان تاني. تمام. تمام. آه اوكي. عشان بس ما تتخضش. تمام. فالريبو دلوقتي initialized. تمام. طبعا الريبو initialized احنا لسه هنجيب الكود. تمام. ريبو سينك. طيب الريبو سينك دي بتعمل بول للكود. احنا دلوقتي هنعمل بول للسورس كود بتاع كروميوم الستيبل فيرجن لينا بقى على الماشين بتاعتنا. وهنا الجي 16 ديت احنا عندنا 16 بي سي بي وعندنا 16 مثلا كور. تمام. فاحنا عايزين نستخدمهم كلهم. دي الفكره بس. الخطوه دي هتاخد شوية، بس خليه يبدأ كده الأول. تمام. وممكن بقى نقطع الفيديو ونعمل حاجة. اوكي. احنا كده يعني حتى الآن عملنا جهزنا جيت وجيت هاب بتاع احنا كروميوم. عملنا، نقدر نقول إحنا عملنا initialize للأوبريتنج سيستم اللي عندنا. تمام. بحيث إن هو يكون جاهز عشان يستقبل كروميوم أو إس. حلو. وعملنا بنعمل كلون للكروميوم أو إس للريبوزيتوري دلوقتي. تمام. جميل. وهيبدأ يقول كلام كمان شوية. أيوه بالظبط بدأ. حلو. طبعا احنا عشان عندنا 16 كور. تمام. والنت هنا اصلا كويس. تمام. احنا بنتكلم في 42 ميجا في الثانيه. مش عارف باينه ولا لا، هي سريعه شويه بس ممكن 42 ميجا في الثانيه. تمام. فده نت 42 ميجا بايت في الثانيه. تمام. فده سريع جدا طبعا يعني. ف على ما اتذكر الخطوه دي لما كنت جربتها مع نفسي يعني بره التصوير، خدت بتاع مثلا نص ساعه حاجه زي كده. طبعا احنا مش هنستنى نص ساعه دي. فانا كده كده عندي الكروميوم اس لوكال. تمام. يعني انا هنا، يعني ده دلوقتي اللوكال ماشين بتاعتي. تمام. مش الكلاود. حتى هتلاقي تمام. التيرمينالز ذات نفسها مختلفه شويه الى حد ما يعني. حلو. حلو. اوكي. هنا عندي برضه دي بالتولز. اظن الصوره هنا اصغر. صح. كبرها. الخط أصغر، ممكن يكبر شوية. تمام. فهنا عندي برضه دي بالتولز اللي احنا عملناها من شويه. تمام. وعندي برضه كروس. انا لما كنت شغال زي ما قلت، لما كنت شغال في جيسوك كنت بشتغل لوكال ماشين عشان اللوكال ماشين عندي كانت تستحمل يعني. حلو. امم. فاحنا هنكمل. مش عارف بقى هل هنلحق بقى ده لما يخلص ولا لا، الله اعلم. تمام. بس ربنا يسهل يعني. تمام. فاحنا هنكمل بقيه الخطوات على اللوكال ماشين بتاعتي. تمام. مفيش يعني مشكلة، دلوقتي يعني احنا عرفنا الخطوات ان احنا اه بنستعمل ماشين تانية، بالظبط. وممكن بالظبط. نكمل على اللوكال. الخطوات هتكون نفسها، صح؟ هي نفسها. حلو. خلاص، مفيش مشكلة. آه بس لو في خطوه اصلا كمان هتاخد برضه مننا مده. تمام. فنضطر بقى مش عارف نقطعها بقى او هنعمل ايه. مش عارف هنعمل ايه بالظبط، لان احنا هنا بس معلش. بنعمل كلون الريبو. تمام. لسه امم. هنبيلد البروجكت. حلو. اوكي. طيب دلوقتي احنا هنفترض ان الكلام اللي بيحصل هنا ده خلص. حلو. طبعا هو تمام. هيطول يعني. هو هنا على فكره هيبقى سريع جدا. تمام. ما عدا في حته واحده بس، اللي هو لما يجي يعمل بول للكود بتاع الكيرنل. تمام. ده اللي هيطول فيه شويه. تمام. احنا مش آه المفروض اصلا الخطوة دي كلها عبارة عن البول بتاع الكيرنل ولا الاو اس كتوتال؟ الاو اس كله. حلو. اوكي. بس جزء من الاو اس هو الكيرنل. تمام. هو الكيرنل كبير شويه، فده الخطوه اللي امم. بيطول فيها. حلو. اوكي. وعلى فكره هو انا لو وقف تقدر تعمله ريزيوم تاني. مش قصه يعني. حلو. يعني لو انت قطع مثلا او انت عايز تنام. تمام. عايز تطفي الجهاز او ايا كان، تقدر تضغط تعمل كنترول سي
هيوقف السكريبت. تمام، تقدر تخليها تعمل ريزيوم تاني نفس الكوماند لما انت تحب يعني ترجع تكمل الكلون. حلو. فيتشر مهمة دي للي هيشتغلوا في مصر. فعلا، وهذه الحاجات اللي مش موجوده في جيت. حلو. ف امم يعني هم عاملين تولينج كويس عموما. تمام. هنا هنختار من سي كلاس. تمام، هنا كده على ده كده شكل الفكره. ممكن نقولها في هنا يو اي، ممكن اعرفه. ده شكل الفولدرز اللي هتنزل بعد ما تعمل الكلوننج للريبوزيتوري بتاعت كروميوم او اس. تمام. اوكي، كده بقى الخطوه عندنا اللي بعدها، كروميوم او اس جاهز. طبعا احنا خليني كده اشوف كده هو مساحته كام. لا هيطول ساعة. بلاش ده، انا مخليه على ما اتذكر في ديسك لوحده، بس الاقيه الاول اهو. تمام. فانا مستخدم هو الديسك كله مساحته، او البارتيشن ده مساحته كلها 600 جيجا او 587 جيجا، استخدم منهم 512. طبعا احنا ما نزلناش 512 جيجا ده اكيد يعني. تمام. اه احنا اه، نزلنا يعني مثلا انا مستخدم بتاع الرقم. احنا نزلنا بتاع مثلا 60 ل 80 جيجا في الحدود دي، ممكن تزيد شويه واقل شويه. حلو. والباقي ده بيجي مع الوقت. يعني احنا السورس كود مثلا مساحته 60 جيجا، بعد البيلد بقى يبقى مثلا 200. تمام. بعد ما نعمل ايمج واثنين وثلاثه للاوبريتنج سيستم هيبقى كذا حجم كذا. تمام، لان الايمج الواحده حجمها حوالي 11 جيجا. تمام. بعد ما تضغط تبقى 3 جيجا ونص. تمام. ف يعني ده يعني دي نتيجه بعد ما خلصت جيسون، ان هو بقى حجمه 512، بس انت اول ما تبدا مم. مش هيبقى 512. تمام. يعني لو حد بيقدم وعاوز يحجز الفوليوم اللي انت قلت عليه على الكلاود وخلافه، محتاج يحجز قد ايه؟ انا فاكر لما جربت الصبح كان عندي، اظن كان عندي دي 320 جيجا، كنت مستخدم نصهم. تمام. اوكي. فاللي هو 180 جيجا. حلو. فممكن مثلا 300 او 250 جيجا كفايه كفايه بشكل كافي يعني. حلو. طب تمام جدا. تمام. شوف كده وصل فين. بس شويه، حتى هو دلوقتي بدأ في الكرنل. تمام. فدي الخطوه اللي انا قلت انها هتطول شويه يعني. مم. حتى هو هتلاقيه 96%. لما هو في الاخر انت قلت خالص. قبل الكيرنل كان بينزل ايه؟ بقيه الباكجز بقى الخاصه بالاوبريتنج بالكروميوم او اس. تمام. اوكي. يعني هو نزلها كلها وباقي الكلام ده اللي هو شغال عليه دلوقتي. يعني الاوبريتنج سيستم كده كده في يعني في اكتر من باكج مستخدمه. تمام. مش كلها اصلا باكجز تبع جوجل. تمام. حتى هنا هتلاقي الاس ار سي ثيرد بارتي، اللي هي ديت حاجات مش اصلا مش تبع جوجل. حلو. اوكي. ف بس يعني اي حد مش بيستخدم لينكس، الكيرنل ده جزء اساسي من لينكس، او هو الكور بتاع لينكس كده كده. تمام. فهو مم. اي لينكس واي ديستريبيوشن تبع لينكس كده كده فيها الكيرنل، كده كده محتاجين الكيرنل. تمام. نكمل بقية الخطوات. طيب انت محتاج تعرف البورد اللي هتستخدمها ايه. تمام. ده برضه انا خلينا افتح اللينك بس من النوتس. بتقول محتاج تعرف الايه؟ البورد. آه، اوكي، قصدك ايه يعني لو بالبورد؟ انت آه، آه، كل جهاز، لو انت عندك كروم بوك محتاج تعرف اسم البورد الخاصة بالجهاز ده. تمام. يعني انا مثلا الجهاز بتاعي، لا افتكر الاسم، اسوس 6. ايوه هو ده. تمام. ممكن نكتبها شويه. حلو. ده الجهاز بتاعي، ده الكروم بوك اللي هم بعته لي. حلو. لو فتحنا اللينك هيظهر صورته، مش هتظهر صورته. تمام، بس هو نفس الفكره يعني. تمام.
فده اسم البورد اسمها جديد. حلو. فاحنا عشان مم. نعمل بيلد ايمج كروميوم او اس تشتغل على الكروم بوك اللي هم مدينهولي، تمام، لازم اخد الاسم ده، تمام، واعمل بيلد بيه، تمام. ازاي بقى؟ ده اللي هقوله دلوقتي. طيب انت ما عندكش كروم بوك، هتعمل ايه؟ تمام. هستخدم اسم البورد اللي انا هكتبه لك دلوقتي، اللي هو ده. حلو. AMD 64 جينيريك. ده لو انت هتشغل مم. فيرتشوال ماشين او هتشغل اوبريتنج سيستم كروم او اس على الفيرتشوال ماشين. حلو. مم. او اه. لوكالي، يعني انا لوكالي بس الجهاز عادي مش كروم او اس. مظبوط. بالظبط بالظبط. مم. دي نقطة كويسة نسيتها بصراحة. يعني لو عندك لابتوب اصلا مثلا مشغل ويندوز، تمام، لابتوب مركون على جنب انت مش محتاجه مشغل ويندوز مثلا، تمام، تقدر تشغليه كروم او اس او كروم او اس عن طريق انك تستخدم نفس اسم البورد دي اللي هو ام دي 64 جينيريك. حلو. لا مش ويندوز، لينكس. احنا قلنا الاول ان احنا محتاجين لينكس مش ويندوز. لا احنا مش هنبيلد بقى، انا بتكلم لابتوب على جنب، امم. مش اللي احنا عملنا عليه بيلد. يعني احنا اوكي. مثلا هتبيلد، انت عندك كمبيوتر، تمام، هتبيلد عليه، تمام، تمام. وعندك لابتوب مثلا مرمي انت مش محتاجه، تمام، فانت هتجرب عليه بس تشوف هل البيلد تمت ولا لا، تمام. يعني تاخد الايمج بتاع الاوبريتنج سيستم، تعمل بوت للاوبريتنج سيستم اللي هو الكروم او اس عليه. ممكن برضه تستخدم اوكي. البي سي في نفس الموضوع، ما فرقتش يعني، تمام. اوكي. آه انا في حالتي الكلام ده ما ينفعش. تمام. يعني انا الفيرتشوال ماشين كانت شغاله عادي، الاوبشن بتاع الفيرتشوال ماشين كان شغال عادي، بس الاوبشن بتاع ان انا اخد اعمل بوت للكروم او اس بشكل مباشر على سواء الكمبيوتر او أو اللابتوب ما كانش شغال، تمام. وده غالبا بسبب ان الجي بي يو درايفرز او كروم بوك عموما بيشتغل بشكل احسن مع الانتل جي بي يو اللي هو امم. الانترنال جي بي يو، تمام. فممكن لو حد عايز يجرب الموضوع ده، ان هو يشغل الانترنال جي بي يو اللي هي الانتل، تمام، اللي هو البروسيسور بتاع الانتل بتاع سواء بقى في الكمبيوتر او في اللابتوب، تمام، ويجرب بقى يعمل بوت للبورد اللي هي الام دي 64 جينيريك، تمام. آه حلو. عايزين بقى ايه الخطوه الجايه؟ ان احنا هنبدل الباكجز، تمام. احنا جبنا الباكجز بتاعت الكروم او انا اس بس عايزه اتاكد من نقطه. هو احنا قلنا بنعمل بوت للبورد علشان ايه؟ يعني هل هي من ضمن البروسيس بتاعتنا بتاعت بعد ما واحنا بنعمل بيلد، ولا جاست ان انا بس بعمل بوت لاجل البوت؟ يعني احنا بعمل الخطوه دي ليه؟ آه احنا كنا اتفقنا ان الاجهزه المختلفه ليها اسامي بوردات مختلفه، مظبوط. تمام. حلو. فاحنا لو عملنا استخدمنا بورد غير اللي عندنا مش هيعمل بوت اصلا، يعني السيستم كروم او اس مش هيشتغل. حلو. اوكي. واحنا متاكد ان هو اشتغل عشان احنا بعد كده نعدل على الاوبريتنج سيستم ذات نفسه، تمام. امم. فعايزين نشتغل ان احنا قبل التعديلات بتاعتنا هو شغال من غير مشاكل. هي دي الفكره امم. بتاعت اللي احنا نعمل نتاكد ان هو عمل بوت يعني. اه اوكي تمام. حلو. هنشوف كده وصل فين. طيب. يمكن تهت شوية علشان كنت بتتكلم عن لو عاوز تجرب على جهاز تاني. بس تمام، مم. يعني الخطوة دي أساسية كده كده في كل الأحوال عشان أتأكد إن كل حاجة شغالة تمام قبل ما أعمل تعديل. بالظبط بالظبط. هو كده كده بعد اي تشينج انت طبعا انت بتتعامل مع اوبريتنج سيستم، فانت مش ما هوش ويب ابلكيشن مثلا، تمام، امم. ما هوش داتابيز، تمام، مش حاجه هتشغلها على نفس الكمبيوتر اللي انت شغال عليه، تمام، او مش هتشغل الكود في مش هتعدل على الكود وفي نفس الوقت تكون مشغل اللي هو الحاجه اللي انت هتعمل عليها بوت على الحاجه اللي شغاله كروم او اس، تمام. هيكونوا الاثنين منفصلين عن بعض الى حد ما يعني، تمام. فيكون اللابتوب لوحده في حته، تمام، مشغل كروم او اس وانت بتعدل الكود مع نفسك في حته لوحدها يعني. فهي دي الفكره. ثانية أفهم من ده إن أنا محتاج جهازين ولا إيه؟ هيبقى اسهل شويه. امم. اه طب بس هو لو ما الفكره عنديش. انا مش يعني هعدل على الكود، بعدين ابدل الايمج، بعدين اعمل ريستارت، او ثواني بقى هعدل على الكود، هنمشيها بالترتيب. هعدل على الكود، تمام، بعد كلوني، بعد البيلد هعدل على الكود، بعدين هفلش الايمج على فلاش درايف، تمام، بعدين هاخد الفلاش درايف، اعمل ريستارت واشغل اعمل بوت بقى السيستم، تمام، واشوف الدنيا تمام ولا مش تمام، تمام، بعدين اعمل ريستارت تاني واشوف اعدل على الكود تاني وهكذا بقى، تمام. لو معاك جهاز تاني الموضوع بيبقى اسهل شويه بحيث ان هو هو
مفيش طريقة تخليني أشوف التعديل بشكل لحظي ساعتها بعد ما أخلص تعديل على الكود؟ يعني مفيش طريقة. بالنسبة لي أنا كان بالنسبة للproject بتاعي كان فيه، امم بس أنا ما أضمنهاش في كل الprojects بصراحة. بس أنا في حالتي يعني الpackage الخطوة اللي إحنا شغال عليها على طول، تمام؟ لو أنت شغال على package خاصة بChromium OS أقدر أقول لك إن هو تقدر، تمام؟ إنك تقدر لو أنت مثلًا شغال على الtouch input devices، خلينا نفترض كده مثلًا، تمام؟ دي ليها مثلًا packages معينة، تمام؟ فأنت تقدر تعدل على الكود وتعمل له build، تمام؟ وتعمل deploy للحتة دي بس، تمام؟ والجهاز الكروم بوك شغال عادي، تمام؟ فدي ممكنة، بس مش ممكنة في كل الpackages، تمام؟ ممكن تبقى في حتت كور في السيستم ما يبقاش الكلام ده ممكن، فدي حاجة تاخد بالك منها يعني. طيب أنا يمكن أنا أتفق عايزة. على حاجة، امم يعني مش دايمًا هتعرف تعمل الحركة دي، مش دايمًا هتعرف تعدل على الكود وفي نفس الوقت تشغّله على الoperating system على طول، على الكروم بوك على طول، امم على حسب الproject. طب يمكن أنا عايزة النقطة دي توضح أكتر. فلو هنشبه الستبس دي بالستبس بتاعة الورك فلو العادية، لو أنا شغالة على بروجكت عادي مش كروم او إمم، اس، إمم، على فيس كود مثلا، إمم. النقطة إن أنا محتاجة إن أنا أرجع أبوت تاني وأشوف التغيير اللي أنا عملته، هو فكرة إن أنا بران الفايل مثلا اللي أنا غيرته. يعني كل ما محتاجة ران الفايل اللي أنا غيرت فيه محتاجة إن أنا أعمل البروسيس اللي أنت قلتها دي. ده حقيقي، تمام. اوكي. هي الفكرة إن هو operating system كامل، فأنت محتاج تعمل boot للoperating system ده بشكلٍ ما، فهي الفكرة في كده بقى، سواء بقى في virtual machine والّا في Chromebook والّا في نفس الmachine اللي أنت شغال عليها، اتصرّف من الآخر يعني، تمام. وزي ما قُلت يعني في حالتي أنا شخصيًا في الproject بتاعي، تمام، ما كنتش مضطر أعمل كده، حلو. كنت باعمل build للkernel، أنا كنت شغال على الkernel، حلو. كنت باعمل build للkernel من الPC بتاعي، تمام، واعمل له زي ما نقول deploy، تمام، على الChromebook بشكل مباشر، من غير بقى الخطوات الكتير اللي إحنا قلناها في النُص دي، تمام. امم آآ طب خلّينا نشوف ممكن أسأل حاجة زي دي بتضطر تعملها مثلا كم مرة في اليوم؟ اللي هي إيه بالضبط؟ اللي هو فكرة إن أنا أرجع، محتاجة إن أنا أرن الكود أشوف التغيير اللي أنا عملته ده. يعني هل أنا، يعني أنا بكتب كود عادي، أنا ممكن أكون عايزة أرن الفايل بعد ما أكتب فانكشن عادي، عايزة أجرب الفانكشن. أنتوا في حالة كروم أو إس حاجة شبه دي بتحتاجوا تعملوها كل قد إيه؟ أكتر من مرّة في اليوم، كده، كده، أوكي، تمام. تمام. برضه يعني أنا في حالتي الخطوة بتاعة إن أنا أعمل build الimage أعمل لها flash، زي ما أنت بتنزّل ويندوز كده من الآخر يعني، إمم، أنت تمام. نزّلت الISO، تمام، عملت له flash على drive، تمام، حطيت الflash drive في اللابتوب بتاعك وشغّلت الchromium OS، تمام. دي إمم، عملتها خلّينا نقول مرّة واحدة بس خلال جزء من الكود كلّه، تمام. أوكي. طبعًا أنا أخدت أكتر من مرّة على ما ضبطت لإن كانت بتطلع إمم، errors وكلام من ده، تمام، بس أنا عملتها مرّة واحدة بس خلال القصة كلّها، تمام. كل المرات اللي بعد كده كنت باعمل build، تخيّل يقول لي اعمل build للfunction اللي أنت عايزها بس، تمام، اعمل لها deploy هي لوحدها بس، تمام. أوكي، وصلت والّا ما وصلتش؟ تمام. لأ، هو أنا الأول كنت فاكرة إن اللي أنت لسه بتقوله اللي هو إن أنا أحرق الفلاشة وخلافه، ده اللي بيتعمل كذا مرّة في اليوم، فهي إمم. وصلت دلوقتي، يعني لأ الموضوع أبسط من كده، تمام. هو برضه على حسب الpackage وعلى حسب الproject، يعني إمم، ممكن تلاقي project يتطلب منك كده، حلو، ممكن تلاقي project لأ، اللي زي ما أنا عملت كده، الموضوع بسيط يعني، فعلى ما أقدرش أقول إن هو في كل البروجكتات هتلاقي الموضوع سهل، ما أنت وحظك. أنا من دلوقتي يعني شايفة تبعدوا عن Chrome OS بصراحة، بس يعني كمّل. ماشي. هي تجربة فريدة من نوعها عمومًا، تمام، ده بتتعامل مع حقيقي. كمية يعني طبعًا إحنا بنتكلم في repository ضخمة جدًا، تمام. أنا الmentor بتاعي، تمام، كان project manager في الحتة بتاعة الinput devices بس، تمام. إمم، فمتخيّلة إن هو project manager خاص بإزاي الtouch screens والkeyboards، تمام، وأي input device بيشتغل إزاي، بس.
تمام. فزي ما في بقى كميه بقى بروجكتس كتير، او يعني كميه افرع كتير جدا في كروميوم او اس. هو الموضوع كبير يعني من الاخر. ده التفسير المنطقي لكم الجيجات اللي الكود بيز واخداها يعني. ف بالظبط. بالظبط. احنا طيب. لسه ما خلصناش، طب ما نكمل لوكال بقى وخلاص. تمام. السؤال شويه ده. تمام. احنا طبعا هنفترض ان احنا عملنا كلود، تمام، اخترنا البورد بتاعتنا، تمام. ودلوقتي احنا هنعمل بيلد للباكجز بتاعت كروميوم اس، تمام. احنا لسه ما مم. وصلناش للخطوه بتاعتنا، احنا بنبيلد الايمج، احنا بنبيلد مم. الباكج الخاصه بالكروميوم اس، تمام. ممكن توضح اكتر الفرق ما بينهم؟ الباكجز ولنقل حاجه زي الدرايفرز بتاعت الموجوده في الروتين سيستم، تمام. تمام. بس انا بقى عايز، انا عملت بيلد للدرايفرز، بس انا مم. عايز الايمج بقى كلها اللي فيها كل حاجه، تمام. هذه اوكي. الخطوه اللي بعديها، تمام. تمام. اوكي. الخطوه دي على ما اتذكر انها مش شغاله على كيس دلوقتي، تمام. يعني لسبب ما باظت في النص ولا ايه، تمام. فهي الخطوه دي عندي بتطلع الايرور ده، بس انت عندك هتكون شغاله زمان، تمام. انا بس عشان بس ما اشتغلتش على الكروميوم اس من زمان، تمام. فهي مم. بتطلع عندي الايرور ده، بس هي عندك تمام. تشتغل كده. ممكن لو ده خلص بدري نوريها لكم يعني. بس بغض مم. النظر، انا افترض انك عملت اللي هي الخطوه بتاعت كروس بيلد باكجز دي، والموضوع تمام معاك، تمام. حلو. آه الخطوه اللي بعدها هنجيها لما ده يخلص. ما تقلقش. آه الخطوه اللي بعدها بقى انك هتبيلد الايمج ذات نفسها، تمام. دي هتبدا شغاله عادي. آه تمام. بالمناسبه، آه طبعا احنا شفنا الكلون هياخد وقت، تمام. الخطوه دي تاخد وقت، تمام. الخطوه الثالثه، يعني خلينا نقول هم ثلاث خطوات رئيسيه يعني، برضه هتاخد وقت. طبعا الوقت هيبدا بقى يبدل الايمج ذات نفسها، تمام. مم. فدي برضه تاخد وقت. حلو. انت طبعا الطبيعي اللي انت هتعمله، طبعا اللي انت هتعمله بشكل متكرر يعني، اللي هي نجيب في الدوكيومنتيشن احسن، اللي هي دي بس، تمام. بعد ما تبدل مم. باكجز اول مره، تمام، وبعد ما تعمل كل ريبل اول مره، غالبا انت هتعمله بشكل متكرر هي دي بس، تمام. اوكي. آه الا لو محتاج بقى نزلت فيرجن جديده من كروم او اس ومحتاج تجيب اخر فيرجن، فده سيناريو ملناش علاقه بيه يعني، تمام. تمام. بالتالي الخطوة دي هي اللي كنت بتقول بتعملها كذا مرة لما تعدل فانكشن وخلافه، هي الخطوة الأخيرة بتاعت building الimage. ايوه بالظبط. مم. آه بس على حسب برضو ايه البروجكت، تمام. يعني اوكي. في بروجكت يعني دي اللي عملتها مره واحده بس، تمام. عملتها اكتر يعني، اكتر من مره عشان تظبط. يعني اول مم. مره مثلا بتطلع ما الجهاز ما بيبوتش اصلا، تمام. وهكذا يعني. فعملت اكتر من مره بس عشان اعرف اوصل الجهاز بيعمل بوت عادي جدا. حلو. بالمناسبه هو دلوقتي مش شغال 12 ثريد، تمام. فانا مش عارف لو في حاجه بتقطع ولا حاجه قولوا لي. انا مش ما اعرفش. لا لا، recording تمام، مفيش مشكلة. آه، آه. هو انت آه، عندك فكرة هي ليه يعني كانت بتفشل كذا مرة؟ يعني هل كان في ايرورز بتقابلك فبتضطر تحلها، ولا ده راجع للجهاز؟ كان في ايرورز بتقابلني بضطر احلها، تمام. وحتى مم. اصلا آه، الجهاز بتاعي اللي هو الكروم بوك اللي عندي كان فيه ستيبايه كده خاصه بيه هو، تمام. المنتورز هم اللي قالوا لي عليها، انا ما كنتش اعرف، مش لا ما اعرفهاش، مش مكتوبه في الدوكيومنتيشن. حتى قالوا لي مم. الستيب دي بشكل خاص كونفيدنشال. تمام. ف بس ممكن يعني ممكن تصطدم في حاجه تكون خاصه في الكروم بوك اللي معاك بشكل خاص يعني، دي تحتاج تسال فيها مم. المنتورز اللي عندك او المنتورز اللي معاك. يعني ممكن تمشي عادي على الستبس الموجودة دي وتظهر لك ايرورز ما ظهرت ومحتاج تتعامل يعني، تختار ده تكروم. كده كده، ده كده كده، تمام. آه ما اظنش ان احنا هنستنى الكلام ده، فانا عندي كده كده ايمج جاهز، انا مجهز يعني الدنيا شويه. تمام. اس ار سي بيلد ايمجز. طيب اول حاجه ممكن نرجع اصلا شويه، تمام. ده الباص اللي هيبقى فيه
الايمج اللي انت يعني احنا بعد الخطوه دي ما تخلص، تمام، فكده كده هيطلع لك كده شويه كلام ممكن نبقى نوريه لكم، تمام، بس اللي في الاخر ايمج موجوده في الدايركتوري ده او في الباث ده. حلو. تمام. نعمل ال اس نلاقي في ليتست، نلاقي في اسم الايمج، تمام، كامل. حلو. يعني ده الفيرجن، تمام، السب فيرجنز بقى وانت عملت البيلد امتى وكلام من ده، تمام. اللي إمم. اصلا في حاجات طبعا دول كلهم عاملينهم النهارده 31 يناير. حلو. إمم. خلينا هنلاقي في حاجه 146 وحاجه 139، تمام. ال 139 دي كنت عاملها بيلد لوكالي، تمام، اللي هو انا ما حدثتش انا طبعا مخلص جي سوك من زمان، تمام، انا ما حدثتش اليوم من ساعتها. حلو. إمم. فدي ال 139. لما انا عملت بيلد الصبح على هيزنر على الكلاود، تمام، قمت إمم. منزل الايمج عندي على الجهاز عشان اعرف اشغلها، إمم. تمام. فديت اللي هي الار 146. أوكي. آه ممكن نيجي هنا على ار 146 الدايركتوري ده ونشغل بقى، عايزين بقى نشغل بقى الايمج بقى على فيرتشوال ماشين. خلاص بي ام ستارت هو الكوماند دي. طبعا الكوماندز كلها موجوده في الدوكيومنتيشن بتاعنا كده كده يعني. إحنا حتى الآن كنا عملنا user وبعدين ضبطنا الجيت والجيت هاب بتوع كروميوم أو كروميوم او اس. بعدين مم. عملنا كلون، بعدين اخترنا أو حددنا البورد اللي كنا خطوة البورد دي. بعدين عملنا بيلد للباكجز وبيلد للايمجز، وحاليا بقى احنا رايحين نتعامل مع الايمج. مظبوط. بالظبط، عايزين بس نشغلها على فيرتشوال ماشين. طبعا هجيب لي الايرور ده. مم. طبعا انا كنت بعد ما عملت بيلد الايمج على الفيرتشوال ماشين، حلو، عملت لها ضغطتها يعني ب 7 زي، تمام. طبعا قبل الضغط هي كانت حوالي 11 جيجا، تمام، دي عشان انزلها الموضوع صعب شويه، تمام. فانا بعد الضغط بقت حوالي 3 جيجا ونص، فالموضوع بقى مقدور عليه يعني. اوكي. فده بس السبب اللي هو في هنا اسم الفولدر كروس دوت 7 زي. م. هنفك الضغط. مظبوط. لا انا كنت كده فاكره يعني مجربها يعني من قبل ما م. الريكورد عشان ايه، حسبا لاي حاجه. اوكي. تمام، هتلاقيه بقى شغال على بي ان سي. دي حاجه يمكن ما ذكرتهاش في الدوكيومنتيشن، بس انت عشان تشغلها فيرتشوال ماشين محتاج اللي هو في تايجر بي ان سي فيور، محتاج الابلكيشن ده، تمام. آه بعد ما تشغله هنا هيدي لك الاي بي اللي الفيرتشوال ماشين شغال عليه اللي هو اللوكال هوست والبورت 5900، لا، تمام. انا ما وصلتنيش الخطوة دي، ممكن تعيدها تاني؟ تمام. احنا افترضنا ان احنا عملنا بدل الايمج، حلو، اوكي. تمام. حلو، اللي هي شغاله دلوقتي دي، تمام. بعدين هنكتب الكوماند ده. انا حاسس ان الخط هنا برضه صغير، تمام. نكتب الكوماند اللي هو كروس بي ام ستارت ايمج اللي هو، تمام. ممكن نيجي م. حتى هنا انا بس بنقول الباث بتاع الايمج، تمام. ونقول اسم البورد بتاعتنا، تمام. تمام. حلو. كده كده الفايلات دي كلها موجوده في الفولدر اللي اتعمل له بيلد. حلو. تمام. اوكي. بعد ما بنعمل بيلد احنا عايزين بقى اكسس بقى الفيرتشوال ماشين دي، تمام. تمام. فهو مش عارف المصطلح الصح بصراحه، بس هو خلينا نقول بنعملها بيشغل الفيرتشوال ماشين ديت على بورت معين اللي هو ده، تمام. هو اللوكال هوست والبورت 5900، تمام. حتى هنا وعشان طبعا احنا عايز بالطبع، طيب انا عايز اكسس بقى الفيرتشوال ماشين دي، محتاج حاجه اسمها تايجر في ان سي فيور، تمام، تمام. ابلكيشن بقدر اكسس منه الفيرتشوال ماشين، تمام. لما افتحه هلاقي هنا الفي ان سي سيرفر، واختار لوكال هوست 5900، تمام. بعدين بضغط بس كونكت، ده كل اللي انا بعمله. الاقي هنا اصلا شغال، تمام، حتى هو موصل النت كده كده. طبعا ده كروميوم، ده كروميوم اس، ده الحاجه اللي احنا عملناها بيلد، يعني دي النتيجه النهائيه من البيلد، تمام. آه اوكي. تمام. تمام. الخطوة دي طبعا هنضيفها للدوكيومنتيشن. مظبوط. ايه، هنضيفها كل ده موجود في للدوكيومنتيشن. الدوكيومنتيشن، كله موجود في الدوكيومنتيشن. طيب اوكي. طبعا عشان انت شغال على في ام هتلاقي في جلتشات غريبه، تمام، وهتلاقي الدنيا بطيئه شويه، حلو، فاستحملوا معانا شويه. لا، هو اللي هيدخل كروميوم او اس محتاج يستحمل كتير، فعادي، مش دي هتكون الأزمة بتاعته يعني.
آه، انا ضغطت على البراوزر از جاست، كان في زرار هنا كان تحت على الشمال ضغطت عليه، بس هو طبعا هياخد وقته على ما ينفذ المهمة يعني. اوكي، كده حلو. احنا خلاص خلصنا البيلد بنجاح. بالظبط. حتى بعد ما تعدي دي تلاقي البراوزر اشتغل ان شاء الله. ان شاء الله يشتغل. تمام. تمام كده تمام البراوزر جدا. اشتغل، الاو اس ذات نفسه يعني. تمام. اوكي. انا هنا ملاحظ ايوه كده البراوزر ضاع مننا كله. آه طيب تاني، عشان احنا شغالين على في ام فنلاقي جلتشات غريبه. انا عملت مينيمايز للبراوزر، دلوقتي مفيش حاجه، مش حاجه ظهرت. تمام. يبقى نعيد الخطوة تاني. بالظبط. آه مش عارف هل دي مشكله البيلد دي بالذات ولا مشكله الفيرتشوال ماشين عموما. خلينا اول حاجه لو اعرف اقفل عايز اقفل الفيرتشوال ماشين دي. نجرب تاني، نجرب مش تانية، نجرب latest، نفس الكوماند تاني. تمام. ديت الايمج اللي انا عامل لها بولد لوكال النهارده، اللي هي الار 139. اوكي. انا اظن ان هي مش هتشتغل عشان هو يحاول يشغلها نفس البورت، فانا محتاج بس صح بالظبط كده. طبعا المشاكل دي هتقابلك وانت شغال عادي، فانت بقى هتحتاج بقى ايه، تتصرف من الاخر. آه ولا ممكن اختار انا بورت تاني. طيب دي حاجه من الحاجات اللي انت يعني محتاج تتعلمها سواء في لينكس ولا عموما. تمام. تكتب الكوماند اللي انت عايزها بعدين تكتبها له. تمام. هل نقدر نختار بورت تاني؟ بورد برايفت كيس انجلش مش عارف. شكله كده مش موجود، شكل الاوبشن ده مش موجود. ماشي. اللي ياخد شوية وقت على هو بيلود. انا بس في نقطة عايزة اتأكد منها. not sure لو السؤال مناسب ولا لأ، بس انت بتستعمل دلوقتي virtual machine لانك عايز تستعمل virtual machine، لكن اللي هيكون شغال عادي هيكون شغال على جهازه عادي، هو بيعمل بيلد وبيظبط وخلافه على جهازه، مظبوط؟ هو انا بستعمل فيرتشوال ماشين عشان اشتغل بس. انا بستعمل فيرتشوال ماشين عشان اعرف اعرف اشغل عليه سكرين بسهولة. تمام. اه. تمام. او لو انا مثلا ما عنديش كروم بوك خلاص استخدم الفيرتشوال ماشين. تمام. امم. انت كده كده لما تتقبل هيبعتوا لك الكروم بوك. تمام. واشتغل عليه عادي بقى بشكل مباشر. حلو. تمام جميل. هتعرف بس اسم البورد اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول. تمام. الخاصه امم. بالجهاز بتاعك. وهتعمل بيلد ايمج باسم البورد اللي هو جاي لك. حلو. امم. ستارت.
تمام. حتى هنا شغال مظبوط، انا جايب البار عادي. ممكن هتفتح السيتنجز وعرفنا نفتحها. مش انا حلو. بس سيتنجز كده تمام. فده الاوبريتنج سيستم اللي احنا المفروض بنحاول نعمل له بيلد يعني. تمام. حتى هنا حلو جدا. الحمد لله. هنا عندي في بس سؤال. انت مهم. كنت بتقول انت هيكون احسن لك يكون عندك جهاز تاني بحيث تشوف الابديتس بتاعتك عليه خلافه. هل انا مهم. ممكن اعمل تو فيرتشوال ماشينز، واحده بشوف عليها الابديتس والتانية عادي بشتغل عليها؟ هل ده ممكن يسهل فكرة ان انا مش هيكون عندي جهازين؟ وان فيرتشوال ماشين بقى ولا ايه؟ يعني انا دلوقتي شغال على جهازي عادي. امم. حلو. امم. انا ممكن اشتغل على باكج خاصه بكروميوم او اس. تمام. واعمل لها ديبلوي على الفيرتشوال ماشين. تمام. تمام. الخطوات بتاعت الكلام ده موجوده في الدوكيومنتيشن برضه. يعني انا تمام. مهندل الحته دي. حتى برضه في الدوكيومنتيشن قال ازاي تفرش على اليو اس بي. تمام. ازاي تفعل الديفلوبمنت مود على كروم بوك، عشان في كذا خطوه. كروم بوك لما بيجي يبقى زي كانه بروتكتد كده. تمام. فانت محتاج تفعل ديفلوبمنت مود، ال اس اتش اكسس، الكلام ده كله. تمام. امم. بحيث انك تعرف تعمل بوت للفلاش اللي انت اللي انت فرش عليها الاوبريتنج سيستم. تمام. اوكي. آه في نفس الدوكيومنتيشن برضه بقول ازاي تشتغل على باكج معينه. تمام. امم. وازاي تعمل بالديبلوي للباكج دي. تمام. اوكي. فدي الكوماند اللي بنستخدمها عشان نديبلوي الباكج المعينه ديت على ال كروم بوك او على الفيرتشوال امم. ماشين. يعني في حاله الفيرتشوال ماشين هي بتبقى لوكال هوست 5900. تمام. اسم الباكج اللي احنا شغالين عليه. امم. حلو. ده كل الفرق يعني. تمام. ولما تخلص برضه هتعمل الكوماند المعينه دي. حلو. طبعا في نفس الدوكيومنتيشن انا قايل ازاي تشغل ستات. تمام. فدي تقريبا اخر حاجه موجوده في الدوكيومنتيشن. الباقي شويه نوتس. حلو. بتكلم على الورك فلو بتاع جريت. جريت ده اللي هو اللي قلنا الجيت هاب. خلينا نقول زي جيت هاب عليه السورس كود بتاع كروميوم وكروميوم او اس. تمام. آه ف ده كروميوم او اس هو شغال. طبعا دي على فيرتشوال ماشين. تمام. دي فيرجن قديمه شويه اللي هي 139. تمام. وده البراوزر. طبعا بطيء وحالته صعبه عشان احنا شغالين على في ام. برضه في نقطه صغيره. البرفورمانس بتاع الفيرتشوال ماشين ممكن يكون احسن شويه على اللابتوبس اللي عندها انترنال جي بي يو انتل. تمام. امم. ده انا مش متاكد. تمام. بس انا فاكر لما انا عندي اكسترنال جي بي يو ام دي. فما كنتش عارف امم. أقدر الموضوع ده. بس انا متذكر تقدر تخلي الانترنال جي بي يو بتاعت انتل هي اللي تشغل، او جزئيا هي اللي تشغل الفيرتشوال ماشين بتاعت كروميوم او اس. تمام. امم. بالتالي الاداء هيبقى احسن 100 مره. هيبقى احسن من الاداء بكتير يعني. تمام. فدي نقطه صغيره كده يعني، ممكن انا مش متاكد منها، ما عرفتش اجربها بصراحه يعني. اوكي. حلو. كل الخطوات اللي مذكوره في الدوكيومنتيشن تقدر تطبقها على الفيرتشوال ماشين كده كده. تمام. تقدر تعمل ديفلوب باكج معينه. تمام. وتعملها ديبلوي على الفيرتشوال ماشين. تمام. تمام. يعني الشغل بتاعي تقدر تشتغل برضه على الفيرتشوال ماشين عادي جدا. تمام. كنت بقول يعني الشغل بتاعي اللي انا عملته على كروم بوك كان ممكن اعمله على الفيرتشوال ماشين. تمام. كده كده يعني. طبعا ده نظريا انا ما جربتش بصراحه. حلو. امم. هو آه كونك ما جربتش وانت الكروم بوك اصلا كنت خدته بعد ما اتقبلت خلافه، فالستبس دي يعني احنا حتى الان بنعمل في البيلد، فستبس البيلد كده كده مش يعني عادي، كلها على فيرتشوال ماشينز. مظبوط. اه لغايه دلوقتي مم. كله على فيرتشوال ماشين. كان الفرق بيني في حاله الكروم بوك كنت هتغير بس اسم البورد بس. مم. عايزين كده نرجع نشوف ده بس نخلصش لا. ده الكونكشن اصلا فصل. تمام. بس انا شكله خلص. خلينا كده نكونكت تاني. اس يو بلس. طيب احنا طبعا كونكشن الاس اس اتش فصل. حلو. مم. فطب انا عايز اعرف هو كان فين او كان واقف فين. فهكتب بس نفس الكوماند تاني اللي احنا كنا عاملينها بتاعت الكلون اللي مم. هي
هي دي. تمام. اوكي. طبعا احنا سريع جدا زي ما احنا شايفين يعني. تمام. فهو لو في حاجه اصلا مش كامله هيكملها. تمام. لو كله خلص هيبقى خلاص. تمام. خلاص خلص. الحمد لله. ممكن نعمل نفس الخطوات بتاعتنا هنا تاني بسرعه كده. باكجز. مش عارف ده هيطبع ولا لا. build packages دي اللي اه هي كانت جابت ايرور هناك. بالظبط. امم. وورد ايكوال انجلش 64 شغال. طيب انت بالمناسبه بقى انت مش عايز طيب تقعد تكتب اسم البورد في كل كوماند؟ مش مطلوب منك. تمام. ممكن تكتب اسم البورد فين اس دي اس ار سي سكريبتس هنا ديفولت بورد. ما تكتبنيش اسم اس ار سي سكريبتس بس. انا ده ديفولت بورد 64. طبعا انا بعمل احيانا بستخدم اللي هو الكوماند لاين اللي هو ايدي على كوماند لاين. تمام. امم. فانت محتاج تعود على الكلام ده. تمام. لو بتشتغل اس اس اتش طبعا انت محتاج تتعود اصلا تتعامل مع اس اس اتش ازاي. محتاج تتعود على الكوماند لاين. محتاج تتعود اوكي. تعدل على الكود. يعني لو انت مش شغال لوكالي محتاج تتعود انك تعدل على الكود باستخدام الكوماند لاين. تمام. امم. فديت يعني ايه ملاحظات جانبيه. خلينا كده نجرب. تمام. فكده بجينا على البيلد باكجز. انجز. تمام. مش هيطلب مني اسم البورد عشان انا بس حطيته في الفايل اللي هو اسمه الديفولت بورد. اوكي. تمام. طبعا ديت احنا دلوقتي على الفيرتشوال ماشين. حلو. الستيب اللي كانت بتفاير عندي على اللوكال لما لسبب ما مظبوط. يعني. اشتغلت هنا. طيب احنا كده يعتبر احنا مخلصين البيلد اصلا، بس بنجربه تاني على الفيرتشوال ماشين. مم. مظبوط. بالظبط. اوكي. لو هتاخد وقت اعتقد ممكن، يعني مش شرط نستناها. هو تقريبا الستيب اللي بعد دي اللي انا بيلد الايمج، وبعد ما بيلد الايمج هعمل نفس الخطوة اللي هي كان بالظبط. فيها نقطة البورت دي نفس الخطوه وبس اللي كده. عملناها لوكالي. تمام. وبس. وانا لسه مم. ما خلصتش. تمام. طبعا انا بعمل بيد الايمج تاني لوكالي بس عشان اوريكم بس النتيجه بتاعتها عملنا ازاي. بس هو لسه ما خلصش عموما يعني. ف مم. بس هو النتيجه بتاعتها كانت اللي هو الايمج اللي احنا عملناها كده كده شغالين على الفيرتشوال ماشين. تمام. مم. آه... لما ده بيخلص بيكتب لك كده لاين في الاخر ازاي تشغل الايمج دي على الفيرتشوال ماشين وازاي تعملها فلاش على فلاش درايف. يعني هو كده كده بيكتب لك الخطوات دي عموما يعني لوحده. تمام. اوكي. آه... شكله هيطول. مش كان عارف. في نقطة انت قلتها كده وعدت بسرعة، كنت بتقول محتاج تتعود انك تعدل الكود في الكوماند لاين. ده الكلام ده بجد؟ يعني هنعدل الكود في الكوماند لاين؟ هو في يعني هو ده لو انت شغال لو يعني ليها ورك اراوندز بصراحه. تمام. والكلام ده لو انت شغال بس على الفيرتشوال ماشين. تمام. اه. يعني انا في حياتي كده كده شغال كده كده اعمل بيد لوكال. تمام. كنت شغال في اس كود عادي. تمام. ايام اوكي. بقى ما كان في اس كود في عزه يعني. آه لو انت شغال اس اس اتش او على كلاود. تمام. في حاجه اسمها يعني كده ادور عليها بسرعه. يعني هو كده كده في حاجه في كوماند لاين اي دي اي. انا ناسي المصطلح المظبوط معلش. مم. تمام. زي ان في ام مثلا. تمام. ماشي. اوكي. وده ده كله على كوماند لاين. اوكي. حلو. حاجه زي كده. ده كله على كوماند لاين. تمام. حتى هتلاقي في مم. برضه الان شغال شات جي بي تي هتلاقيه شغال عنده. تمام. فهو ده كده كده يعني مستخدم من قبل ناس كتير جدا. تمام. فده هيسهل الدنيا شويتين ثلاثه. حلو. حاجه اللي هو زي ان في ام. ممكن برضه في حاجه اسمها في اس كود ريموت ديفلوبمنت مثلا.
ده بيخليك تشغل انت الفي اس كود تشغله لوكالي عندك، تمام، في زي اس اس اتش تانل حلو على الفيرتشوال ماشين، فانت هتشتغل على الفي اس كود شغال لوكالي كانك شغال على الفيرتشوال ماشين على طول، تمام. بس وده طبعا اظن ما نعرفش ان ده شكله ايه. طبعا ده ما مم. جربتوش. تمام، بس هو يعني دي اتنين ورك اراوند هتسهل عليك الدنيا كتير جدا يعني، تمام. مم. وما اظنش حاجه صعبه قوي يعني بقى، ممكن احط ده في الدوكيومنتيشن بالمره. اي دي ايز نقدر نقول ان انت محتاج يكون عندك عشان تبدأ يعني محتاج يكون عندك 100% خلفية عن لينكس واستعماله، خلفية عن استعمال الكوماند لاين، خلفية عن الفيرتشوال ماشينز وايه هي الايمج والكلام ده. ولو معاك فيم هتكون حاجة كويسة. حقيقي. الاثنين دول لسه ما خلصوش، ده لسه لا شويه يعني. كان عندي سؤال. انت من ضمن الكام حاجة اللي احنا قلناهم من شوية دي، من شوية دول، هو لينكس، كومن لاين، خلافه، هل كانت النولج دي اوريدي عندك من قبل كده، ولا كل الحاجات دي كانت جديدة؟ بصراحه تمام، بس انا كده مم. كده كنت متعود اتعامل مع الكوماند لاين، تمام، اوكي. لان كده كده في الشغل اللي كنت بعمل اس اس اتش على الماشينز، كنت كده كنت يعني كان في جزء من شغلي مرتبط بالكلاود، تمام. مم. الخطوات اللي احنا عملناها في هيدزنر دي انا عارفها، كنت عاملها قبل كده، تمام. اوكي. الخطوات بتاعت ان انا اعمل اس اس اتش، ان انا اعمل الكي عشان اكسس بيه السيرفر، تمام. كده كده مم. الخطوات دي كلها انت عارفها، حلو. حتى التعامل مع لينكس ككوماند لاين برضه كنت عارفها، تمام. مم. فاللي هو يعتبر انا كنت احنا ما فتحناش الدوكيومنتيشن اصلا، يعني انا كنت فاتح الدوكيومنتيشن وزي ما انا عامل معاكم كده، خطوه خطوه بخطوه، خطوه بخطوه اعمل المطلوب مني، تمام. ولما تحصل لي ايرور كنت بروح اشوف بقى ايه حله يعني، تمام. طبعا الدوكيومنتيشن ده كبير جدا، تمام. ما انا مستغربة، هو ده عشان الدوكيومنتيشن بتاع ازاي بيلد؟ انا بقى انا ضغطت لكم الدوكيومنتيشن في الكام دقيقه دول. آه، هو برضه الدوكيومنتيشن فيه حاجات تانية يعني، الدوكيومنتيشن فيه برضه ازاي تشتغل على باكج معين، تمام. في ازاي تعمل ديبلوي للباكج دي، فيه ازاي تشغل الفي ام، في حاجات ازاي تشغل التستس، تمام. بيوديك اوكي. يعني الدوكيومنتيشن ده جامع، غالبا يعني هتلاقي في حاجه اي حاجه انت عايزها. هي هنا الفكره من الدوكيومنتيشن ده، تمام. طبعا ده موجود اول لينك في النوت بتاعتنا. آه طيب، احنا دلوقتي في الماشين اللي هي الفيرتشوال اللي هي على كلاود، تمام. دلوقتي احنا كنا وقفنا على الستيب بتاعت البيلد باكجز، تمام. احنا خلصنا الكلوننج، دلوقتي بنعمل بيلد باكجز، تمام. دي الستيب اللي كانت بتفايلر على اللوكال ماشين عندي، تمام، بسبب مم. ما بقى انا ايا كان يعني. ف آه لما هو يخلص هتبقى نفس الخطوات زي ما انا عملتها على اللوكال عندي، تمام. هو ان انا دي بيلد الايمج بالظبط وهنعمل هتبيلد جزئية الايمج الكود دي. وهتشغل الايمج على الفيرتشوال ماشين اللي هي مم. باستخدام الكوماند اللي هي كروس في ام، تمام. مم. آه كريكاب سريع، هو الموضوع 3 خطوات، 3 خطوات اساسيه، حلو. هتكلون الريبو، تمام، باستخدام الكوماند بتاعتهم، تمام. آه هتبيلد الباكجز، حلو. بعدين هتبيلد الايمج، بعد اوكي. كده بقى هتشغل بقى تشوف بقى الايمج بقى عايز تعمل فيه ايه، عايز تعملها فلاش على فلاش درايف، تمام، عايز تشغلها على الفي ام اللي انت عايزه بقى، تمام. فدي ال3 خطوات الاساسيه. لو هنعدي على الدوكيومنتيشن اللي كاتبه بسرعه، انا هنا نسيت حاجه مهمه جدا اللي هي الاستورج. خلينا نقول 250 جيجا، تمام، مينيمم. يا ريت هتكون على اس اس دي، عشان الاس اس دي هيسهل عليك الدنيا بشكل كبير، حلو. فالبري ريكويزيتس محتاج ابونتو مثل فيرجن ال تي اس، حلو. محتاج بايثون فيرجن اعلى من او يساوي 3.9، محتاج 64 بت ماشين، محتاج اكس تي 4 فايل سيستم. ده كده كده ديفولت مع اللينكس يعني مش هتفرق معاك كتير، لينكس. تمام. محتاج مساحه تخزين حوالي 250 جيجا، تمام. هو الداونلود سايز حوالي قول 60 ل 80،
60 ل 80 إمم. download size GB. حلو. أوكي. بس بعد الbuild والpackage بقى والكلام ده ممكن يوصل معاك ل250. تمام. هو كان واصل بالضبط 160 في الvirtual machine. على ما GSOC خلصت وصلت ل500. تمام. فهو يعني أنا محتاج عندي سؤال حاسة إن هو بديهي جدًا هنا، هو إمم، أنا لو أنا مش باستعمل ماشين وباستعمل جهازي عادي تمام، فبالتالي باستعمل النت بتاعي بتاع إمم، وي والّا أيًا كان، إمم، أنا ال80 جيجا دول هم ال80 جيجا اللي هيتخصموا من الباقة؟ أيوه، أوكي، تمام. تمام. آآ بس هم يعني إن شاء الله هتبقى مرّة واحدة بس. تمام. هنجدد الباقة بدري مرّة واحدة بس. تمام. هتحتاج رامات كتير، 16 أو أكتر. تمام. وهي مناسبة. محتاج برضه swap 16 جيجا بايت. تمام. أنا بافتكر الحاجات وأنا باراجع دلوقتي سبحان الله. أنت هتحتاج قصدك إيه بالswap اللي هو اللي هي فكرة إنك الvirtual memory أوكي. اللي هي مقابل الvirtual memory في الويندوز. تمام. ده تبع إمم، الإنت. إمم. تمام. يعني يعتبر أنت محتاج رامات حوالي 32 فin case إن أنت مش معاك ال32 ومعاك 16 بس هتستعمل إمم. ال16 وال16 التانية هتاخدها من من SSD بقى the virtual memory أوكي. بالضبط، بالضبط. طبعًا ده لو أنت شغال local. لو أنت إمم. شغال على الvirtual machine كده هتجيب ماشين عالية وخلاص. تمام. أوكي. هتحتاج كورز كتير. 6 كور. أنا ده الmachine local عندي 6 كور و12 thread. ده التاني ده machine local عندي. تمام. أوكي. الsteps ده غالبًا هتحتاجه في الcloud بس مش هتحتاجه locally. تمام. أو ممكن تعمله locally برضه مش هتفرق كتير يعني. تمام. إحنا بنعمل user جديد بس غير الuser الأساسي اللي هو اسمه root. ده الفكرة، ده الخطوة دي. في شوية initializations خاصة distribution إحنا شغالين عليها. إمم. تمام. بننزّل مثلًا get أو الكلام من ده. إمم. حلو. أوكي. بنعمل configure للget. تمام. ناخد الكلام ده إمم. زي ما هو copy paste. تمام. هتغيّر بس الemail والاسم. حلو. وهتعمل طبعًا registration على get. ده هاحط الlink بتاعه في الآخر. حلو. أوكي. طيب محتاجين المقابل لget الخاص بchromium OS. تمام. إمم. اسمها debug tools. برضه get كله من عادي جدًا. تمام. وبس بتحط الpath ده في الآخر خالص. تمام. هنجيب الsource code. تمام. هنعمل build للpackages. تمام. زي ما قُلنا. طب أول حاجة نختار الboard عشان ديّة مهمة. زي ما قُلنا إمم. لو أنت مش هتشغّل على virtual machine هتستخدم اسم الboard ده. تمام. إمم. لو أنت عندك Chromebook هتدوّر في الlink. تمام. هتستخدم list of boards هتدوّر في الlink ده على اسم الboard بتاع الChromebook بتاعك. تمام. تمام جميل. هتbuild الpackages هتbuild الimage وبعدين بقى هتعمل boot عادي باستخدام بقى اللي هي الcommand اللي هي cross VM. تمام. أوكي. لو أنت مشغّل على virtual machine أنت عايز تعمل flash على flash drive تستخدم الcommand دي. تمام. تمام. آآ هنا بقى خطوات خاصة بالChromebook لو أنت عندك Chromebook. تمام. دي خطوات خاصة لو أنت ما عندكش Chromebook وعايز تعمل boot الimage اللي إحنا لسه عاملين لها build دي. تمام. إمم. كده هتعملها يعني بعد ما تفرش على الflash drive هتحط بس الflash drive كأنك بتنزّل Windows. بالضبط. إمم. تمام. طيب أنا عندي الproject بتاعي شغّال على package معيّنة في الoperating system وده وارد جدًا على إمم. فكرة. تمام. هاستخدم بس الcommands يعني الcommands كده هاحطها في section لوحدها اللي هو build and deploy packages. تمام. إمم. إحنا الbuild packages اللي عملناها من شوية دي بتنزّل packages كتير جدًا. تمام. طيب أنا عايز أشتغل على package واحدة منهم بس ما اقعدش أعمل build الimage كلّها كل مرّة. تمام. أوكي. فأنت دي الخطوات اللي أنت هتعدّي عليها. تمام. بس محتاج طبعًا بقى اسم الpackage. تمام. محتاج اسم الboard زي ما قُلنا زي ما اتفقنا. تمام. إمم. ف الcommands دي كلّها معاك. تمام. في أوبشنين. أنا برضه إيه deploy الpackage فيها أوبشنين. إنك تعمل build الimage من أول وجديد. تمام. أو تdeploy الpackage بشكل مباشر على الvirtual machine أو على Chromebook. طبعًا في نقطة هنا مهمة. أنت محتاج الIP بتاع الChromebook بتاعك. ده معناه إنك لازم تكون متوصّل على نفس الWiFi. حاسسها غالبًا بديهية بس ممكن الناس تُقع فيها. تمام. آآ معلش أنت قُلت إيه، لازم تكون إيه عشان ما سمعتش؟ آآ لازم Chromebook يكون متوصّل على نفس الWiFi. أوكي.
تمام، شغالين دلوقتي على البي سي. حلو. الكروم بوك عايزين ننزل عليه باكج عايزين ننزل عليه فيرجن جديده من الكرنل مثلا. حلو. تمام. يعني احنا شغالين على الكرنل وبنجرب ان احنا نعمل تكتيك للكرنل. تمام. إمم. هل هو يبقى ستيبل مع كروم او اس فيرجن ديت ولا لا؟ تمام. إمم. فانا محتاج اكون موصل البي سي والكروم بوك على نفس الواي فاي، اوصلهم بالراوتر. تمام. ولما اجي اعمل ديبلوي للكرنل، تمام، اعرف الاي بي بتاع الكروم بوك بتاعي. تمام. واضحه ولا مش واضحه؟ واضحة، بس مش واضح السبب. عشان انا محتاج احنا قلنا دلوقتي احنا مش هنبيلد الايمج. تمام. وبعدين نعملها فلاش على درايف، نعملها فلاش على فلاش درايف، نوصلها في إمم. الكروم بوك. تمام. مضبوط. القصه دي كلها. تمام. أوكي. فاحنا محتاجين كونكشن ما بين البي سي بتاعي وبين الكروم بوك عشان الباكج دي من البي سي بتاعي للكروم بوك على طول. أوكي. تمام. فعشان كده محتاج الاي بي بتاع الكروم بوك. طبعا ده اللوكال اي بي. تمام. هو هيبقى إمم. 192 168 123 مثلا. تمام. ماشي. هنروح احنا نشوف الاي بي بتاع الكروم بوك ونحطه هنا. تمام. تمام. هنا مثلا هتبقى ايه؟ تبقى كيرنل في ايا كان 5.2. تمام. حاجه في هذا الشكل يعني. بعد ما تعمل اكسكيوت الكوماند دي هتعمل ريستارت للكروم بوك. تمام. هتلاقي الكيرنل اتحدث. حلو. طبعا أوكي. بعد ما تعمل الكوماندز اللي قبلها. تمام. هي مش على إمم. طول. تمام. آه ده عشان أنت مش بتستعمل فلاش، أنت بالظبط. بتشغّل. أوكي. عايز تختصر على نفسك. تمام. مش عايز كل شويه تعمل بيلد الايمج، هتاخد مثلا نص ساعه منك في البيلد. تمام. بعدين فلاش هتاخد منك كمان مثلا ربع ساعه، فهتاخد هنقول مثلا ساعه. تمام. على ما تعمل اللفه دي كلها. عايز تختصر، عايز تكتب الكود على البي سي. تمام. تعمل ديبلوي على الكروم بوك على طول. تمام. جميل جدًا. طبعا تاني ده مش موجود في، مش كل الباكجز فيها الموضوع ده على حد علمي يعني. تمام. بس أنا في أوكي. البروجكت بتاعي كان فيه الموضوع ده. الموضوع كان إمم. بسيط الى حد ما. آه بس. تمام. هنا في بس بقول زي تشغل ستات. تمام. طبعا انا هنا مختار تيست معين. تحتاج تدور على التيست اللي انت عايزه. تمام. وتشوف اسمه يعني. تمام. عشان تشغله. تمام. تمام. آه هنا بس في دوكيومنتيشن على الورك فلو والاوثنتيكيشن بتاع جيت وشويه تمام. نوتس بس كده. الريسورسز كلها جميل. كده كده موجوده في النوت دي. جميل جدًا. يا ترى الpackages خلصت والّا لسه؟ خلّصت bill والّا لسه؟ يعني انا يعني ده البيد اللي كنت عامله لوكالي. تمام. آه. لأ، أنا التاني باتكلم عن التاني، إحنا وقفنا التاني؟ هاجي له. هو خلص فعلا على فكره. تمام. آه. أوكي. بس الاول ده الريزلت بعد ما تعمل بيلد للايمج. تمام. هتلاقيه هو كده كده قايل لك لو عايز تفلش على اليو اس بي. تمام. استخدم مش عارف ايه الكوماند دي. تمام. لو عايز احنا لو عايز تفلش على كروم او اس على طول استخدم الكوماند دي. إمم. تمام. إمم. تاني لازم يقول لك في كونكشن على النتورك. تمام. لو عايز تشغلها على في ام تعمل الكلام ده. تمام. أوكي. فهو كده كده بيقول لك الخطوه اللي جايه يعني عموما. تمام. حلو جدًا. طيب. آه طبعا احنا كنا واقفين هنا على بيلد باكجز. تمام. فالخطوه الثانيه هنا اللي هي نفس اللي احنا عملناها هنا. تمام. اللي احنا اللي هي هنعمل building الimage وخلافه. بيلد الايمج بس. أوكي. طب تمام. خلاص ما فيش مشكلة، مش شرط نكمّلها يعني، مم. وأعتقد إحنا بس كده يعني كده خلّصنا إزاي نbuild Chromium OS. بقى لنا يمكن ساعة بنbuild ساوي. Chromium OS. أوكي. بس لأ، إحنا اختصرنا كتير. أنت كنت بتقول إن وقت ما كنت بتقدّم اللي احتجت تعمله إنك آآ تbuild Chromium OS، وبعدين كنت بتشوف الissues تقريبًا أو بتحاول تفهمها، مضبوط؟ مم. فإحنا كده اختصرنا كتير أوي على اللي بيقدّم، وحقيقي مثلا الموضوع ده خد شكرًا. مني مثلا بتاع، خلينا نقول مثلا يومين. تمام. يومين تمام. 8 ساعات كل يوم. تمام. أوكي. إحنا اختصرنا ف- 16 ساعة في ساعة، مم. فحقيقي جزيل الشكر ليك يا جماعة، يعني وفّرت كتير أوي على الناس، وربنا يعين أي حد اختار إن هو يحُط نَفْسه في كل ده. يعني مش عارفة ليه ممكن حد يختار حاجة شبه كده، بس ربنا يعينكم جميعًا وتحلّوا بالصبر. أنا شايفة إن الموضوع محتاج صبر أكتر من أي حاجة تانية يعني.
يعني لو أنت عندك بس شوية حاجات skills في البداية هتفيدك، تمام، والتوفيق. شكرًا ليكم يعني على الاستضافة. شكرًا، شكرًا جدًا ليك يا جمعة، وبس كده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.